السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن اليمن يا جماعة، وعن طبعا شعراء اليمن. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنسمع شاعر يمني بصراحة معروف عن اليمن البلاغة والفصاحة، ومعروف عنهم يا جماعة كلماتهم في الشعر بتبقى حاجة تانية. معروف إن اليمني في الشعر يا جماعة معروف إن هو بالفخر، بيعتز بنفسه، واثق في نفسه. فعشان كده لما بنشوف أي مسابقة أو أي منافسة بيخش فيها شاعر يمني دايما بيثبت قوته، ودايما تحس كده بالفخر يا جماعه، وواثق في نفسه. وكمان لجنه التحكيم نفسها بتهيب منه يا جماعه، بتعرف ان هو له هيبه، له قوه كده في كلماته، وله قوه كمان في القاء الشعر، وهو بيقوله بكل قوه كده يا جماعه. لكن بصراحه معروف كمان ان شعراء اليمن من الشعراء المحبوبين اللي الوطن العربي كله بيحب يسمع يعني ايه شاعر يمني. ولما بيخش الشاعر اليمني في مسابقه، او في مسابقه طبعا دوليه او مسابقه عالميه، معروف ان هو بيصعب المهمه على كل المنافسين اللي داخلين معاه، من طبعا يا جماعه من جميع انحاء العالم ومن الدول الثانيه. فعشان كده الكل بيهاب منه، والكل بيعمل له الف حساب وحساب. لكن تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو بتاعنا النهارده. هنسمع شاعر يمني ونسمع قصيده قويه جدا من شاعر يمني عشان نعرف قد ايه يا جماعه شعراء اليمن عاملين ازاي. خش شوف الفيديو ده ونرجع تاني، يلا بينا. فتحي أحمد الأضرعي من اليمن، رحبوا فيه ويانا على المسرح. تحية إعجاب من شاعر نطقها دمه من قبل ينطق لسانه، والمشاعر غدير طابت بالإعجاب روحه، والوفاء علمه أن يكتب الشعر باللي في المعاني جدير. اليوم لك بكتب الشعر الذي تفهمه كل العرب، واذكر اسمك فيه مسكو عبير، لأنك الطيب وصل الطيب يا فاطمة، يم الأمارات لك كل العوالم تشير إذا وصفتك. إذا وصفتك كأني قد لبست توسمة، وحق لي رغم صغر السن شاعر قدير، لكوني قدرت أوصل بعض ما نرسمه. يا شيخة حبك في كل قلب سفير، مكانتك عالية بين الفضا وانجمه، وفي ضميري لك حبا وقدرا كبير. كتبت عنك بشيء أعلم وشيء معلمه، لكن ما قد علمته في سموك كثير. صيتك بطيب السجايا جود ما أعظمه، يسكن بكل القلوب البيض عبر الأثير. أبيض من الشمس كف بالعطا مغرمه، واسخى من البحر نفس بذلها من ضمير. مثلك يمثل وجوده في العرب مكرمه، يم الشيوخ الكرام وام الغني والفقير. لسانك. خبرني، أناديك الشاعر ولا الملازم؟ ايش ما حبيتين؟ أي شيء أحبه. أي. أنا بسميك الشاعر والملازم. طيب الاثنين، بس خبرني وخبر الجمهور شو قصة الرتبة العسكرية هذه. يلا خبر الجمهور. طيب، في عدن، يعني في عدن كملت القصيدة أمام فخامة الرئيس علي عبد الله الصالح. فكملتها، صرت لعنده سلمت عليه، وقال فتحي ايش تطلب؟ قلت شكرا، كنت لابس بدلة عسكرية لازم أول. قال فتحي وش تطلب؟ قلت شكرا. قال لا ضروري، قلت شكرا. كرر، رجعت وقلت اعتمد لي هذولا، واعتمدها واعتمد لك الرتبة. يعطيك العافية وتفضل. باسم المشير، باسم المشير، باسم شعب الوحدة الظافر، من الطوال لا عدن لا الجوف للمهرة، من الجوف للمهرة. باسم قحطان جدي قال أخو ناصر، باسم قحطان جدي قال أخو ناصر. تحية يا منار العقل والفكرة، يا أرض فيك المروة والعطى الزاخر، يا روضة من جنان الخلد والخضرة، يا تحفة الأرض نعم الدار والعامر، فيك الرؤى
الرقي والتقدم عانق الزهرة. يا تحفة الأرض نعم الدار والعامر، فيك الرقي والتقدم عانق الزهرة. سلام مرفق بعطر العودة الفاخر لأهل الأمارات، خص الفرد والأسرة من صدق وإخلاص في الباطن وفي الظاهر، حبا لشعب الوفا والأب لا قبره. الشيخ من باسمه التاريخ متعاصر، عصر وراء عصر ما حد ينتسي ذكره. وقوف للشيخ زايد وادعو الغافر يجعل حلاله في الفردوس ومقره. خلف خليفة وفيها الخير متكاثر، القائد الفذ طال الله في عمره، والشيخ محمد سديد الخطوة النادر، بحر الكرم والجزايل ثاقب النظرة. آل الهيان قفل السبع والداير، جعلهم الله في هذا الوطن دخره. يرضي الأمارات أسرني جوك الساحر، باعود داري وقلبي منطلق أسره. وفي الختام أسألك يا رب يا قادر، تصلح أمور العرب جف القلم حبره، وارض اليمن صد عنها كلمة آمر، ورد كيد المعاديها على نحره. مسك الختام ذكر سيد الأمة الطاهر، صلوا على من يطيب الجو في ذكره. يعطيك العافية يا فتحي. شكرا. أنا سعيدة من أدائك جدا، وحاب كمان أطرح عليك السؤال التالي. أنت اليوم جاي تشارك في شاعر المليون للأطفال، ولا جاي تنافس على البيرق وعندك حلم في إنك تحصل على المركز الأول؟ والله هذا مقدر من الله، ايش ما قدر الله احنا بعده. بس أنا شايفة عندك طموح عالي. شايف نفسك بعد المشاركة وأمام الجماهير، أنت أول مرة بتشارك أمام جماهير بهالحجم الموجودين معنا؟ والله في عدة مشاركات يعني من قبل. طعم المشاركة في شاطئ الراحة شو حسيته؟ فخر واعتزاز. أنا بشكرك وبتمنى لك إن شاء الله تحقق مرادك. شكرا كثير لك يا فتحي. فتحي صح لسان. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم يا جماعه في شعراء اليمن، وايه رايكم في المواهب اليمنيه. بصراحه حاجه بسم الله ما شاء الله يا جماعه، مواهب قويه جدا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى طبعا الفيديو ده يكون نال اعجابكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم يا جماعه في شعراء اليمن، وايه رايكم في البلاغه والفصاحه عند اهل اليمن يا جماعه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.